أنا مغسلة أموات في مستشفى، وفي يوم وأنا قاعدة لقيت حالة جايالي، وأثناء الغسل حصلت حاجة محدش يتخيلها، حاجة تقشعر ليها الأبدان. أنا لما شفت اللي حصل ده أنا كنت في حالة صدمة، ومش عارفة أقول لأهلها على اللي أنا شفته ولا أسكت خالص. ودي المشكلة اللي معانا النهاردة. يلا بينا نعرف إيه اللي حصل وشافت إيه، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت. وصاحبه مشكله النهارده بتحكي وبتقول: انا عمري 35 سنه، مغسله في مستشفى، واخده المهنه دي عن امي الله يرحمها. امي كانت بتحب المهنه دي جدا، كانت تقول: يا بنتي على قد ما هي صعبه وبتاخد مجهود، لكن فيها عبر ومواعظ كتير جدا، والحمد لله فادتني كتير في حياتي. بتقي ربنا وبراعي ربنا في كل حاجة بعملها في حياتي، عشان يا بنتي اعمل حساب اليوم اللي انا هتغسل فيه، وحساب كمان اليوم اللي انا هقف فيه قدام ربنا وهتحاسب على كل كبيرة وصغيرة. ربنا غفور رحيم وربنا يحسن ختامنا. لكن يا بنتي كل حد بغسله بيعلمني حاجات كتير قوي. كنت اقول لها: ازاي يا امي؟ طبعا يا بنتي كل واحدة بتجيلي بيبقى ليها قصة وحكاية وعلامة. كنت اقول لها: علامة؟ علامة ازاي يعني يا امي؟ علامات يا بنتي سوء الخاتمة لا قدر الله، وحسن الخاتمة. يعني في ستات كده بتيجي، وطبعا ببتدي ان انا اغسل بحس كده انها بشوشة، بحس ان هي نايمة مش ميتة يا بنتي، بيبقى وشها كله نور وحلوة قوي، لدرجة ان انا ساعات بغسل ستات اعمارها كبيرة في السن، ببقى مش مصدقة ابدا ان الست دي عمرها مثلا حاجة و80 وساعات حاجة و90، بس تبص لوشها تحسها يا بنتي صبية عمرها 20 سنة من كتر حلاوتها. تحس ان واحدة بنت بنوت اللي نايمة قدامي، مش ست كبيرة خالص. كانوا بيبقوا حلوين قوي، مبقاش عايزة اخلص وصل من كتر حلاوتهم ومن كتر جمالهم. طبعا ما بياخدوش مني لا وقت ولا مجهود، بتبقى كل حاجة سهلة. وساعات مثلا اقول: ايه انت عارفة ان امك كبيرة في السن؟ اه لو تتعدل على الجنب الاقيها بكل سهولة تتعدل على الجنب ولا اكنها سمعان. وفي ستات كده يعني لا قدر الله، الله اعلم وادرى برضو يا بنتي، بحس كده منها ان في علامات سوء خاتمه. يعني وشها مسود مزرق، في كدمات كتير في جسمها. طبعا بتاخد مني وقت ومجهود، بيبقى الواحد قلبه مقبوض، بيبقى عايز اخلص واكفنها عشان اخلص من الليله دي. بحس كده ان دي لا قدر الله يعني علامات سوء خاتمه. طبعا ربنا ادرى وربنا اعلم بحاجه زي كده، وربنا يحسن ختامنا يا بنتي. انت عارفه بقى ان ما يدرى الميت ما يدرى الحي؟ يدرى الميت يا بنتي ما يدرى الحي. كنت اقول لها الكلمه دي، انا بسمعها منك كتير قوي يا امي. كانت يعني ساعات كده بتجيلي ناس بحس كده ان هم عايزين يوصلوا لي اشاره، ساعات بفهمها وساعات لا. يعني مثلا تلاقي واحده في حاجه عماله تبطئها كده عشان مثلا مستنيه حد عزيز عليها، مستنيه ابنها، مستنيه حد نفسها تشوفه قبل ما تموت وعايزاه هو يدفنها. فتحس كده ان الدنيا بتبقى بطيئة شوية، واول ما الحد ده يجي الدنيا بتبقى ماشية سهلة جدا. كنت اقول دي يعتبر رسالة. وساعات يا بنتي تقولي: ايه انا حلمت بابويا الله يرحمه جاي يقول لي كذا، انا حلمت باخويا بيعمل كذا. فطبعا دي كلها رسائل واشارات من الميت. عشان كده بنهتم جدا باحلام المتوفيين، بيبقوا عايزين يبلغونا حاجة احنا مش عارفينها. عشان كده يدرى الميت ما يدرى الحي. كنت اقول لها: انا بحب قوي يا امي ان انا اقعد معاكي واسمع كلامك الحلو. كانت تقول لي: عشان كده يا بنتي لازم نراعي ربنا، ولازم نعمل كل حاجة في حياتنا بما يرضي الله، عشان نعمل حساب اليوم اللي احنا هنتغسل فيه واليوم اللي احنا هنقف فيه قدام ربنا. وطبعا كان لما حد بيستقصد امي، في مثلا واحدة مش معاها فلوس كفن، واحدة ملهاش أهل وعايزين تربة صدقة، أكتر واحدة كانت بتقف في المواضيع دي هي أمي الله يرحمها. ما كانتش بتستخسر أي حاجة في حد، كانت جدعة جدا مع الكبير والصغير، كل الناس كانت بتحبها على طيبتها وجدعنتها وروحها الحلوة. عشان كده كنت بغسلها، وكانت فيها علامات حسن الخاتمة. كنت فرحانة قوي وانا بغسل امي. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا اشتغلت في مستشفى مغسلة اموات، وفي يوم وانا قاعدة بشرب كوباية الشاي كده ورايقة، لقيت واحد جاي يجري عليا من العنبر بيقول لي: قومي بسرعة في حالة جاية لازم تغسليه. وساعتها قلت له: يعني الواحد ما يعرفش يشرب كوباية الشاي دي بهدوء؟ على العموم هاخدها وانا بغسل جوه. عادي يا جماعة. واخدت الكوباية معايا ودخلت ببص عليها، زعلت قوي.
لقيتها بنتي لسه صغيرة، يعني 20 21 سنة. قلت يا حبيبتي يا عيني على شبابك، ما تغليش على خلقك. بس كنت زعلانة عليها قوي، خصوصا ان انا ببص في وشها كله بريء. وبعدين ببص لقيت زي دموع نازلة من عينيه. استغربت قوي. ببص على راسها لقيت دم شديد جدا بينزل من راسها. ناديت بسرعة اللي كان بيجري عليا في العنبر، قلت له خد هنا تعالى. هي انتوا اتأكدتوا ان الحالة اللي جوه دي توفت؟ قال لي اه. في حاجة ولا ايه؟ قلت له لا، اصل في دم لسه بينزل من راسها. المفروض لو هي توفت الدم ده يا بيقف يا بيتجلط، لكن الدم مش راضي يقف خالص. قال لي لا، احنا اتأكدنا خلاص ان هي توفت. حاولي ان انتي وانتي بتغسليها يعني تشوفي حل وكده وتوقفي الدم ده، وان شاء الله هو هيقف لوحده. قلت له ان شاء الله. هي ايه حكايتها؟ قال لي مش عارف، هما بيقولوا ان هي وقعت من فوق السطح ونزلت ميتة. قلت له يا حبيبتي ربنا يرحمها. المهم مليت جردل المية ودخلت عشان اغسلها. كان جردل المية كبير جدا، وبلتفت اجيب حاجات عشان ابدأ غسل لقيت جردل المية واقع على الارض. قلت ايه ده؟ ايه اللي وقع جردل المية ده على الارض؟ ده جردل كبير وتقيل، ده انا شايلاه بالعافية. ما حطيتش في دماغي، ورحت مليت جردل المية تاني وحطيته قدام المتوفية، وبتلفت عشان اجيب حاجات. وانا بلف تاني لقيت جردل المية واقع على الارض. قلت لا، ده يوم ما يعلم بالله ربنا ايه اللي بيوقع جردل المية ده. يمكن قطة دخلت وانا مش واخدة بالي. انا كنت مرعوبة، وعلى حظي اليوم ده المغسلة اللي بتساعدني ما كانتش موجودة خالص، كانت واخدة اجازة. قلت لا ما بدهاش بقى، تالتة تابتة وهشوف ايه اخرة الجردل ده. المهم جبت جردل المية لتالت مرة وحطيته تحت المتوفية، وفضلت بقى بص اشوف جردل المية ده هيقع ازاي ولا مين بيوقعه. فضلت واقفة شوية، ما فيش حاجة حصلت. وقلت يبقى بيتهيألي او ممكن يكون بيقع لوحده. اتلفت عشان اجيب الحاجة واجهز الحاجة واخلص، ببص لقيت جردل المية وقع. قلت لا، انا لازم اعرف ايه حكاية البنت دي. ببص على وشها لقيت الدموع بتنزل من عينيه، والدم لقيت كده في حاجة غريبة، والدم مش راضي يقف والدموع نازلة من عينيه. قلت لا، اكيد في قصة وحكاية ورا البنت دي. وافتكرت كلمة امي، يدرى الميت ما يدرى الحي. وساعتها خرجت، قلت مادام مش عارفة اغسل اما اخرج اشوف ايه الحكاية. وناديت على الراجل اللي في العنبر، قلت له خد هنا تعال، هي البنت اللي جوه دي مين اللي جابها هنا؟ قال له واحنا مش هنخلص من الاسئله بتاعتك دي النهارده، وفي إيه حكايتك النهارده؟ قلت له جاوبني بس مين اللي جابها هنا؟ قال لي يا ست 2 شباب كده بينهم اخواتها وواحده بره. قلت له هما فين؟ قال لي واقفين هناك اهو. وساعتها رحت ليهم، قلت لهم هو انتوا اهل المتوفيه اللي جوه؟ لقيت 2 شباب شكلهم غريب كده ومتوترين، وقالوا لي اه احنا اخوات. في حاجه ولا ايه؟ قلت له لا مفيش. واللي واقفه بتعيط هناك دي اختكم برضو؟ قالوا اه اختنا. قلت لهم طب معلش بس بعد اذنكم ممكن تيجي بس هي معايا تغسل وتساعدني، يعني اصل المغسله اللي بتساعدني غايبه النهارده. لقيتهم بيبصوا لها كده وعمالين يصغروا لها، وهي زي ما يكون خايفة منهم. لقيتها بتقول لي مفيش مشكلة. وطول ما هي ماشية معايا هما بيبرقوا لها وبيبصوا لها ولا أكن عايزين يوصلوا لها حاجة. وطبعا هي ما شالتش عينها من عليهم، وكانت داخلة وهي مرعوبة. وأول ما دخلت الأوضة وشافت أختها انهارت عياط، وفضلت ماسكة في ايد اختها وتقول لها يا حبيبتي انت صغيرة على الموت، انا مش عارفة من غيرك هعمل ايه. اتبهدلت كتير قوي في حياتك، الله يسامحهم اخواتك، هما السبب في اللي انت فيه. ارتحتي من الدنيا دي، هي الدنيا دي لا كانت شكلك ولا انت شكلها. ساعتها كنت بجيب الحاجة وبجهزها عشان نبتدي غسل، فبقول لها خير يا حبيبتي، هي اختك بيقولوا وقعت من فوق السطح؟ قالت اه. قلت لها امال ايه بقى، الله يسامحها اخواتها، هو هيكونوا هما اللي وقعوه؟ قالت لي لا لا مش هم. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مجرد بغسل هنا ومش هتكلم مع حد ولا اقول لحاجه، احكي لي بس ايه اللي حصل. قالت لي لا والله مش هما اللي وقعوه، هي اللي رمت نفسها.
الله يسامحهم بقى. اخواتي بعد والدي ووالدتي الله يرحمهم اتلموا على شلة بايظة بوظوهم وخلوهم بيشربوا، وطبعا انا اترحمت منهم واتجوزت. لكن اللي كانت عايشة معاهم اختي دي شبت القمرين معاهم. كانوا بيخلوها تشتغل وتديهم فلوس، وكانوا مبهدلينها ضرب وإهانة طول اليوم. كانت عايشة ليهم خدامة، ويا ريت كان عاجب. طبعا كانت طول الوقت تشتكي منهم، وكانت تدعي ربنا ان ربنا يخلصها وتتجوز اي حد وتبعد عنه. المهم، اخواتي طبعا ساعتها تاجر لما شاف اختي اعجب بيها قوي، زي ما انت شايفاها جميلة جدا، وكانت مقدمة خالص وفي حالها. طبعا اول ما شاف اختي مع اخواتي اتهبل عليه، وساعتها ادى اخواتي فلوس كتير قوي عشان اختي توافق على الجواز. ومش بس كده، هم اداهم على وصولات امانة كتير عشان يعني يضمن ان اختي توافق عليه، لانه عارف انه سنه كبير واختي عمرها ما توافق. وساعتها اخواتي فضلوا يتحايلوا على اختي بالمسايسة يجيبوها، بالضرب يجيبوها، لكن ما كانش فيه فايدة. قعدت تقول لهم حرام عليكم، يعني يوم ما اخلص منكم بجواز هتكون جوازة زي دي؟ ده راجل قد ابويا واكبر منه كمان، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ ليه انتوا عايزين ترموني الرمية دي؟ كان يقول لها هو ده اللي عندنا. يا بنت اسمعي الكلام، ده راجل مبسوط قوي وهيخليكي في عيشة تانية خالص، مش هتفرق معاكي سنه. قعدت تقول لا، لو كنوز الدنيا انا مش هجوز جوازة زي دي. طبعا ساعتها فضلوا يتحايلوا عليها، والراجل فضل يهدد فيهم انه هيبلغ عنهم بوصولات الامانة وهيوديهم في 60 ده. طبعا يعملوا ايه؟ فضلوا يضربوا في اختي ويجيبوها يمين يجيبوها شمال، ما كانش فيه فايدة، لدرجة انها منعت اكل وشرب وهم حبسوها في البيت. طبعا كنت كل شويه من وقت للتاني اروح ازورها ويقولوا لي بقولك ايه، لياني دماغ اختك خلينا نخلص، ده جوازه لقطه، وبعدين لو اختك ما وافقتش احنا هنروح في 60 ده. كانت تقول لهم روحوا روحوا، انتوا مالكوش لازمه اصلا في حياتي، انتوا اصلا كابوس في حياتي، بدل ما تكونوا مكان ابويا وامي بتعملوا فيا كده. انتوا ازاي اخواتي؟ كان يقول لها بقول لك ايه يا بيه، الكلام بتاعك ده مش هيجيب منه فايده، احنا هنجيب الراجل وهنكتب كتابك غصب عنك، احنا وصيين عليك. كانت تقول والله لو جبتوا الراجل ده لارمي نفسي وهجيب لكم مصيبه هنا. كانوا عارفين ان اختي غلبانه وخوافه جدا ومش هتعمل اي حاجه، وكل ده كلام وخلاص. وفي اليوم ده جابوا الراجل عشان يكتبوا الكتاب. واختي ساعتها قالت لهم لو ما مشيتوش الراجل ده من هنا انا هولع في نفسي يا اما هرمي نفسي من فوق السطح. قعدوا يقولوا لها مش هتقدري تعملي حاجه وخلاص، احنا هنعمل نفسنا ان انتي موافقه وهناخد بطاقتك وهنكتب الكتاب على الراجل. وساعتها طبعا قعدت اصرخ واصوت. المأذون لما لقى حاجه زي كده خد بعضه والراجل خد بعضه برضه ومشي، وهدد لاخواتي انه هيبلغ عنهم في اليوم ده. طبعا ساعتها اختي قعدت تلطم وتصوت على وشها لحد ما جريت فوق السطح وقالت لهم لو عملتوا ايه انا هرمي نفسي من هنا. قعدوا يقول لها انت يا بنت اسمعي الكلام مفيش فايده. جم يقربوا منها راحت راميه نفسها من فوق السطح ونزلت ميته. وبجد انا زعلانه قوي على اختي دي ما شافتش يوم عادل في حياتها. ارتاحت وراحت عند اللي خالقها. بجد انا مش عارفه اقول ايه. وساعتها سمعت كل الكلام ده قلت لها طب استهدي بالله وادعي لها بالرحمه. وزي ما قلتي اختك ارتاحت. دول مش اخوات، دول شياطين. انا مش مصدقه اللي انت حكيتيه ده. ومعلش يا حبيبتي، انا هبلغ اداره المستشفى بكل اللي انا سمعته. قعدت تقول لا لا عشان خاطري، ده انا مش بعيد يعملوا فيا حاجه، والنبي يا حبيبتي انا عندي عيال عايزه اربيها. قعدت تقول لي ماليش دعوه، انا لازم ابلغ اداره المستشفى بكل اللي انا سمعته. الله اعلم هو اللي حصل ده بجد ولا يمكن هما اللي رموه. اداره المستشفى بقى هي اللي تتصرف معاه. وساعتها فعلا بلغت اداره المستشفى بكل اللي سمعته، وساعتها جابوهم وطبعا سالوهم، وفعلا كانت البنت هي اللي راميه نفسها من فوق السطح بسبب كل الاحداث اللي انا حكيتها دي. انا كنت زعلانه جدا، ولما رجعت غسلت البنت بكل سهوله وقلت فعلا كلمة أمي عندها حق، يدرى الميت ما يدرى الحي. والصراحة أنا مش عارفة أقول إيه، بقينا في آخر زمن، وحبيت إن أنا أطلع أحكي قصة النهاردة عشان تكون عبرة
وعظة لكل اللي بيسمعنا. الطعنة ما بتجيش غير من أقرب الناس، وفي الزمن الصعب اللي احنا فيه ده لا عاد فيه لا أخت ولا أخ يبقوا سند لينا. بجد مش عارفة أقول إيه. وربنا يا رب يحسن ختامنا جميعا.